مين فيكو يا جماعة ما بتحبش توفر في الزمن الأخضر اللي احنا فيه دوت؟ مين فيكو يعني تعبت بجد من الحنتفة، وتشيلي من هنا 2 جنيه، وتشيلي من هنا 5 جنيه، وتشيلي من هنا 10 جنيه. بصي يعني عايزين نوفر بأي طريقة. فأنا بصراحة لقيت الأكلة دي يعني جميلة ولذيذة وطعمها حلو، وفي نفس الوقت هتوفر معانا توفير جامد أوي. يعني ده بتنجان ومغذي ومفيد، وفيه كل العناصر المفيدة جدا من حديد لكل حاجة. فبصراحة النهاردة جيت لكم بأكلة كده غدوة كده حلوة. غدوة بتنجان رومي، هنعمله بابا غنوج، طبق كده معتبر كده وحلو. يعني انا حسبتها البتنجان في السوق ب10 جنيه، وهنعمل جنبهم برضو طبق مكرونة كده حلو بالصلصة كده، باظظ كده وجميل. يعني أكلة حرشة. اهم حاجه يا جماعه، اهم حاجه ذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. اللهم صل على سيدنا محمد. صلوا على النبي يا جماعه، طول ما انتوا قاعدين صلوا على النبي، طول ما انتوا في المطبخ صلي على النبي. بتمسحي بتروقي بتكنسي، اهم حاجه ذكر الله يبقى دايما على لسانك. ربنا يجعل ألسنتنا عامره بذكر الله يا رب، دايما يا رب. انا هنا ولعت على حله، حطيت فيها شويه ميه بقى، وقلت ايه اسلق شويه مكرونه. عندي كام كيس كده مكرونه مرمريه، اللي هي التحمير اللي هي الصغنططه خالص دي. وعندي برضو نص كيس من مكرونه اللي هي المقصوصه، خواتم الكبيره. قلت اعمل بقى ايه كوكتيل كده من ده على ده. كيس الفشار المحطوط الحبه الصغنانين اللي في الكيس دوت ملناش دعوه بيه. عندي ابني الصغنطوط كده بيحب طول ما هو قاعد كده يتفرج على كرتون ولا اي حاجه يقعد يقزقز. جايبه له برضه فشار، جايبه له فنكوش، منع الشيبسيهات والكراتيهات والحاجات المضره دي اللي كلها مواد حافظه وبلاوي منيله بنيله. ويا ريت انتوا كمان تعملوا كده برضه، هاتوا كيس كده فيه فشار، وكيس كمان يعني ب10 جنيه مثلا او ب20 فنكوش، وب20 برضه فشار. وخليه عندك وقت ما يحب تعملي وتديله. ممكن برضو تجيبي بهارات بالجبنة بالكاتشب بالطماط اسمه ايه، اللهم صل على النبي، في كذا بالشطة لو بتحبي. الحاجات دي كلها حلوة برضو، تبقى حاجة انجي ضمناها وعارفاها كويس. هنا بقى سلقت المكرونة، نزلت بيها في المية وهديها تقليبة. انا طبعا المية مديالها معلقة ملح، وايه هديها تقليبه كده. ومش عايزين المكرونه ان هي ايه تستوي قوي، لا يعني تبقى 3/4 سوا كده، عشان لو هنسويها برضو في الصلصه. عندي هنا بقى السر، بقى السر بقى الخلطه بتاعت الصلصه بتاعت المكرونه بتاعتي، مكرونه المزز اوعى. بصلايه في شويه زيت، وايه نديها تشويحه. بس انا مش عايزه البصلايه لان هي تدبل بقى وانزل بالطماطم، لا انا هديها تشويحه لغايه ما تديني اللون كده، اللون الحلو الذهبي ده. نزلت عليها بقرن فلفل بارد، اللي هو الفلفل مش الرومي، الفلفل الطويل دوت. واديتها بقى شطة، رشة شطة. ورحت واديتها كمان رشة كزبرة ورشة كمون. والسر بقى اللي هيدينا التسكيرة الحلوة ان انا بحط السكر مع البصلة كده تتكرمل كده معاها، وتديني لون حلو. ومع البهارات اللي انا حطاها كده تاخد طعم التحميصة كده. وبعد كده بقى هنزل بقى ايه بالطماطم، بس مش هنزل بالطماطم كلها، هنزل ببق بسيط قوي من الطماطم، بحيث ان هو يعني ايه مش يتسبك، بس ياخد تطعيمة البصل كده والفلفل. بعد كده بنزل بقى بايه بقية الصلصة بتاعتي. والله يا جماعة كانت مكرونة طعمة طعمة بجد. يمكن لا مش عارفة، بس اول مرة اعملها بالحلاوة دي. مش عارفه بقى عشان بصور بقى فقلت اتقمص بقى دور الشيف بقى وكده، مش عارفه. بس بجد عجبتني. وابني اللي ما كانش بيرضى، ما كانش ليه تقول على المكرونه قوي، لا بجد ما شاء الله حبها. نزلت بقى بالصلصه، يعني اكله جامده موفره حلوه. بس طبعا في دربكه بقى في المطبخ حصلت طبعا عندي. ادعوا لي يا جماعه اجيب رخامه للمطبخ، ادعوا لي. بصوا المنظر، بصوا انا حاطه ايه على المطبخ، يعني انا مش عارفه ايه الهبل ده. ما علينا. ده بقى المنظر المطبخ اللذيذ المتواضع. طبعا احنا ايدينا في المطبخ بتبقى دايما، يعني انا كل ما بيطلع مواعين بغسلها، بس دي حبه مواعين بسيطه اتجمعت في الاخر.
بس انا يعني اول باول بغسل، ويعني دي يعني حاجات بسيطة، مش حاجات كتير، يعني كام طبق كده وكام كوباية وخلاص، بشطب المطبخ والحمد لله الدنيا بتبقى تمام. طبق المكرونة بقى، البازز القمر اللي بجد طعمه كان جامد جدا، الحمد لله. مكرونة على فكرة ده يعني مكرونة رخيصة مش غالية يعني. والبتنجانية القمر اللي احنا شويناها، أكلة لذيذة واقتصادية وحلوة جدا، وللستات اللي بتحب توفر وتدبر وتحط القرش على القرش علشان محدش عارف الزمن مخبي ايه. والحمد لله احنا ظننا في ربنا جميل بإذن الله، وكله خير الحمد لله ورضا، وكلها نعمة ربنا. بس على الأقل حتى لو نفسك في حاجة تجيبيها، يعني أنا في حاجات كتير قوي ناقصاني في شقتي، نفسي ان انا اجيبها. فبحاول على قد ما اقدر يعني ما احرمش بيتي، ولا ابان ان انا مقصره في حاجه، وفي نفس الوقت برضو بشيل قرش كده على جنب كده، يعني ربنا كده يكرم كده واجمع قرش كويس واجيب كل اللي انا نفسي فيه. واحنا وانتوا كمان يعني ان شاء الله ربنا يكرمكم، وكل واحده ست كده بيت جدعه اصيله واقفه جنب جوزها ونفسها في حاجه ربنا ينولها لها يا رب، ربنا يكرمنا جميعا يا رب.